من النهارده هعلمك تعملي صابون مواعين في البيت، مش هتبطلي تعمليه بطريقه سهله جدا. وبربع كيلو ليمون هيعمل معاكي 2 لتر من الصابون الخام، مش الخفيف اللي انت بتجيبيه ميه ما بيغسلش ولا بينظف. حتى التاني اللي احنا بنجيبه الازايز الغاليه ما عنديش هتجيبيه، لان ده هيطلع احسن منه مليون الف مره. يلا نسمي بسم الله. ولو حابه تشجعيني حطي لايك وكومنت حلو من ايدك. معايا ربع كيلو من الليمون بقشره كده، وابتدأت ان انا قطعته وحطيته في كاسرولة عندي، وحطيت عليه كوبايتين من الميه، كوبايتين كبار اللي هما بتوع العصير، وسبته على النار لحد ما سلق معايا وبقى ده النتيجه بتاعته. تضربيه في الخلاط بالهاند بلندر، يفضل انك تضربيه في الخلاط عشان هيبقى اسهل عليكي بكتير، لانه خد معايا وقت شويه على ما نقام. هنا بعد ما ضربته فضيته في طبق كبير. بص تقيل ازاي معايا. نزلت بقى بمعلقتين كربونات الصوديوم، ده بيتباع عند اي عطار. اول ما بحطه كده بيفور معايا كوبايه من الصابون المواعين، ربع كوبايه من الخل، وكده عملنا الصابون بتاعنا تقيل. بصوا تقيل وجميل جدا. ابتدأت فضيته في ازازه الاول، عمل معايا لتر تمام من الصابون الخام. وابتدأت عندي بقى الشركة بتاع الصابون ده، فضيته فيه كده زي ما انتم شايفين، عشان هبتدأ ان انا كمان اخففه. مليت الازازه لتر كمان من الميه وحطيته عليه، وهوريكي كمان ان هو ازاي تقيل. يعني هو كان ممكن الشركن ده 5 كيلو، عمل معايا 2 كيلو ونص من الصابون. تمام. انت ممكن تمليه ميه لو انت حابه يبقى كله، يعني تمليه يبقى 5 لتر. هنا ابتدأت افضي شويه في الطبق، وعشان اوريكي قد ايه هو تقيل وبرغي وجميل جدا. تعالوا بقى نغسل شويه مواعين كده كانوا طلعوا عندي. هنا ابتدأت اغسل كمان الكوبايات بيه. بص الكوبايات بتلمع وزي الفل، سيراميك، رخام، حيطان، بوتاجاز. هيطلع معاكي نتيجة زي الفل. هتعمليه في بيتك بربع كيلو من الليمون، هيطلع معاكي جميل جدا. في ناس بتعمله بقشر الليمون، مفيش اي مشكلة، امشي على نفس الخطوات بس ما تخففوش قوي عشان يديك النتيجة كويسة. ان شاء الله هنبقى نعمله في حلقة تانية. هنا كمان غسلت بيه الحوض السلستين، خلاه زي الفل مش بسلكة، بالليفة كده بالصابون، خلاه زي الفل ونضيف جدا. بصراحة نتيجته حلوة جدا، احسن من 100 مرة من الصابون اللي انت بتشتريه غالي من بره. اعملي كل حاجة في بيتك ووفري. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تبخليش عليا باللايك. شكرا للمتابعة. سلام عليكم.